تحياتي. معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. النهاردة لينا الشرف اننا نتكلم عن كوماندوز نادي الزمالك، الفريق اللي فاز بكل البطولات اللي قابلته الا بطولة السوبر الافريقي امام فريق الترشي التونسي بفضيحة تحكيمية اعترف بها الاتحاد الافريقي نفسه، ومع ذلك رد الهزيمة وانتقم من الترشي وأنهى بطولة أبطال الكؤوس وهو على القمة. السيدات والسادة، الآن مع قائمة الأساطير. محمد ممدوح هاشم، محمد عبد السلام ريشة، أسامة عبد الغني، إيهاب محسن، مصطفى صادق، كريم أيمن، عماد عبد الوهاب، محمد محسن، مصطفى السيد، كريم هنداوي، هاني هشام، عمرو ياسين، تحت قيادة الكابتن أيمن صلاح، الجنرال، قاهر الأبطال، وحماد الروبي، كاظم إبراهيم، وحمادة عبد الباري. أيها السادة، بمنتهى البساطة الناس دي هي أفضل من مثل نادي الزمالك عبر التاريخ، وأفضل فريق للعبة جماعية في تاريخ نادي الزمالك إن لم يكن في تاريخ مصر كلها. تحياتي للأبطال. تحياتي مرة تانية. وبعد ما اتكلمنا عن الفريق المشرف هنرجع نتكلم عن فريق الكورة. الكابتن محمد حلمي، الراجل ده سنة 2008 استخدمه مجلس إدارة الزمالك عشان يبقى مدرب عام مع رود كرول، وده بعد ما تنيلت بنيلة نتائج الفريق اللي كان بيضم وقتها نجوم كبار زي جمال حمزة وحازم إمام وطارق السيد وعمرو زكي وشيكابالا وأسامة حسن. الراجل قبل المهمة وقدرنا نفوز وقتها ببطولة كاس مصر. لفت الأيام والزمالك ينده على ابنه في ظروف أسوأ وأنيل، أو المصحف أسوأ وأنيل، ومع ذلك حلمي ما يتأخرش ويتحمل المسؤولية وهو عارف إنه ممكن بكرة يكون بره بحسب قرار متسرع من مجلس إدارة. الزمالك لغاية دلوقتي مع حلمي فول مارك 12 نقطة من أصل 12 نقطة. لازم نساند الراجل وندعمه. في لعيبة ظهرت أخيرا زي محمد عادل جمعة وإبراهيم عبد الخالق، وعودة لمحمد كوفي وعلي جبر للمستوى المعهود. الزمالك كويس ومرضي في معظم الأوقات. بلاش كلنا نبقى محللين وناقدين، بلاش تقطيع مع كل غلطة، وبلاش أسئلة عن ده بيلعب وده ما بيلعبش. محمد سالم ورمزي خالد لعيبة هايلين، بس احنا ما بنشوفهمش في التدريب وما نقدرش نحكم عليهم. الفرقة فيها عدل، اللي بيغلط مهما كان اسمه بيتوقف وبرضه بنكسب، وفي نفس الوقت ما بيتقتلش. يعني الموضوع ماشي وماشي كويس. أرجوكم ارفعوا ايدكم عن هذا الرجل. ومن الآخر كده لازم ندعم ابن النادي، لازم ندعم محمد حلمي.
تحياتي مرة تانية. اسمعوا معايا الأسماء دي: حماد عبد اللطيف، رضا عبد العال، أحمد الكاس، حازم إمام، شيكابالا، محمد إبراهيم، وأخيرا وليس آخرا أيمن حفني. اختلف على الزمالك أو اتفق، بس لازم نقول إن الزمالك وعلى مر التاريخ بيضم ما بين صفوفه أحرف لاعب في مصر ومتعهد المتعة الكروية. بس بين الأسامي دي حالة خاصة، معشوق وعاشق جماهير الملكي، إنه محمود عبد الرازق شيكابالا. في ماتش في بطولة الكاس قدام غزل المحلة واتحاد الكرة قايل الماتش بدون الدوليين، كان الزمالك وقتها عنده 9 لعيبة في منتخب مصر، يعني لا حازم ولا حسام ولا حليم ولا غيره. يخرج علينا كبرار المدير الفني للزمالك وقتها بلاعب صغير السن لا يتعدى 16 سنة، شبيه بالحاج ضيوف نجم السنغال، يستلم الكورة جوه منطقة الجزاء ويرقص 1 و2 و3 و4، ويرقص الأسراوي حارس المحلة ويحط الكورة لب من فوقه في هدف من أجمل أهداف الكرة المصرية. الزمالك يفوز بدوري سيد عبد النعيم الشهير، وجمهوره يستبشر خير في ابنه الصغير شيكا. وفجأة شيكا هرب. على فين يا ابني؟ على اليونان. الناس قالت معلش عيله بكرة يتعلم. بعدها بكام سنة مشكلة في التجنيد وشيكا يقرر يرجع مصر، وعشان هو شيكابالا مش حد تاني يصدم جمهور الزمالك ويوقع للأهلي. للأهلي؟ للأهلي. مكالمة ما بين الأستاذ عمرو الجنايني وشيكا. أستاذ عمرو بيسأله: يا شيكا، لو أنت موجود في ماتش زمالك وأهلي وقاعد على الدكة والزمالك جاب جول هتعمل إيه؟ وكان الرد التلقائي من شيكا إنه هيفرح ويهيص. ومن هنا وبعد مكالمة تانية من جمال حمزة يرجع شيكا للزمالك، والزمالك يتغرم 950 ألف يورو، الغرامة اللي وقعها الاتحاد الدولي على اللاعب بسبب هروبه. يمشي الحال وشيكا يتواجد في السنوات العجاف، يحاول والظروف حواليه زفت الزفت. يظهر ممدوح عباس، يبدأ الدلع، تظهر علب الشوكولاتة اللي من فرنسا والغرامات اللي بتتشال وهي خربانة. عدت سنين، حسام حسن يستلم الفرقة، شيكا يكسر الدنيا ويبقى هداف الدوري. يمشي حسام، يستلم حسن شحاتة، وفي ماتش المغرب الفاسي والزمالك كسبان في المغرب 2 وفي القاهرة 2، تبديل، تشويح، خناقة، ويا أخي مشيني بقى، لما أنت مش عايزني مشيني، ده أنت عرفتني. يخرج شيكا إعارة للوصل الإماراتي ويرجع. الزمالك يوصل نهائي الكاس قدام وادي دجلة، هدفين أحمد جعفر ومسك الختام هدف لشيكا. بعدها بكام يوم نعرف إن شيكا فسخ عقده مع النادي وراح البرتغال. سبورتنج لشبونة، جليس الدكة، ما بيلعبش أو بره القايمة. وبعديها ماتش المئوية لنادي الاتحاد السكندري مع سبورتنج لشبونة. يجي شيكا مع فريقه وما يرجعش. سنة ونص وشيكا بيلعب في الدورات الرمضانية في مصر. وأخيرا الزمالك يقرر التدخل لإنقاذ ما تبقى من مستقبل ابنه اللي وصل سن 30. هل شيكا استعاد مستواه؟ لا. طب لياقته؟ لا. طب وزنه بيساعده انه يكسب سباقات السرعة زي زمان؟ لا. شيكا دلوقتي امام خيارين: اما ان يكون راؤول وينتقل لنادي اقل من الملكي، او يكون فرانشيسكو توتي ويرضى بالدكة حبا في الكيان. اخر موضوع معانا اللي شاغل الوسط الكروي في مصر دلوقتي صراع حسام غالي وأسامة نبيه. لما هنيجي نقارن لازم نقارن لاعب بلاعب، فنرجع بأسامة نبيه لما كان لاعب. عمرك سمعت ان أسامة وهو بيلعب حصلت اي مشادة ولو بالكلام بينه وبين زميله؟ طيب اشتباك مع اي حد حتى لو كان من فريق الخصم؟ طيب حصلت معاه اي مشكلة مع اي ادارة؟ ده أسامة نبيه وهو لاعب. طيب نروح لحسام غالي. توتنهام ورمي الفانيلا في وش مارتن يول، يروح طالع علينا ناس طيبين ويقول لك اصل جماهير توتنهام شتمته شتايم عنصريه. يعني جمهور نادي هيشتم لاعب اساسي في فريقه شتايم عنصريه. نروح النصر السعودي،
اعتداء على ياسر القحطاني نجم نجوم السعودية، حاجة كده زي محمود الخطيب عندنا. وبعدها واقعة اعتداء على ياسر الجزاوي، وده برضه نجم كبير. وبعديها الرجوع للأهلي، وبعديها رفض التجديد، الهرب لليرس البلجيكي، ثم العودة للأهلي. طبعا كلنا فاكرين المشهد بتاع ماتش الداخلية، بيضرب اللاعب ويرميه بره الملعب، غير محاولاته العتيدة لإصابة لاعبين إصابات كان ممكن ما يقوموش منها تاني. بعد كل ده محدش فينا شاف أسامة نبيه وهو بيضطهد لاعبي الأهلي، بس أنا لما أسرد لحضرتك حكايات حسام غالي ومشاكله وأخلاق أسامة نبيه وأدبه، المفروض تصدق مين؟ خلصانة. قبل ما نختم لازم نقول إن اللي حصل في ماتش الأهلي وروما يثبت بالدليل القاطع إن الرجولة والروح في الملعب والغيرة على سمعة واسم النادي ومعرفة قيمة الفانيلا اللي انت لابسها بيقلل كتير من الفوارق الفنية. تحياتي، وصلنا لختام الحلقة، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. لما بنسمع صوته ينادينا نقوم نشجع أبطال نادينا.